الكوبا ديل ري، بطل العالم، بطل السوبر الأوروبي هنا يستعرض طبعا بطولة كأس ملك إسبانيا، البطولة انطلاقة لصافرة خوان مايورال. الصورة على أنشيلوتي، حتى ختام تسديدة قوية ولكن تعدي إلى خارج الملعب. 4 مواجهات ماضية جمعت الفريقين. انطلاقة عن طريق بورتو في منطقة الجزاء، محاولة تعود بعد ذلك تسديدة وهذه عرضية خطيرة لين حاطها ولكن على طول كارفاز ينطلق من اليمين يمر، لكن أيضا عن الحلول وصلت إلى ماركو ولكن الكرة بعد ذلك سهلة باتجاه حارس المرمى. الفريق ختابي هنا في بطولة من الجهة اليسرى يبحث عن بصمة، يبحث عن ترك أثر كبيرة بالنسبة لختابي أولينيا ولكن كرة كارلوس إلى خارج الملعب للمرة الثانية يصوب. وصلت إلى فاسكيز عرضية شواميني باتجاه فالفيردي قوية ولكن تتقدم للأمام، خطيرة للريال. الكرة في الجهة اليمنى عرضية ولكن تصل بعد ذات أخرى خطيرة لختابي قوية ولكنها أيضا جاءت بعيدة جدا. وإلى فالفيردي ينطلق، يتوغل فالفيردي يضرب ولكن دافيد سوريا وافق في لقطة يستعرض في ريقي ماركو اسينسيو عرضية إلى منطقة الجزاء لكن أيضا تدخل للريال في هذا الموسم. كرة جميلة داخل المنطقة. نحن الريال، نحن الملوك، نحن الأقوى. عن الحلول كرة باتجاه بورتو ولكن ناتشو على طول تأتي ممتازة جدا. ملعوبة طويلة لكنها على طول تأتي من طويلة، مرت لكن فاسكيز على طول يتدخل، يصل تأكيد، يفتقد لأسلحة الهجومية، الأسلحة الفتاكة. وصلت إلى ماركو، داني حاطها ولكن وين يبحث عن المرور يعدي بشكل ممتاز ثم بعد ذلك يكسب خطأ عن طريق داني عرضية لمنطقة الجهة اليسرى. خايمي ماتا داني وهذا هنا محاولة كرة إلى هازارد لكنها تصل بعد ذلك. نعم كاقا، هذه محاولة وكرة خطيرة داخل المنطقة لكن تأتي صافرة منيرة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بعد هذا التغيير بكل تأكيد سيتحول كامافينجا بطولة الليغا. كل هذه التحية لوكا مودريتش الذي غياب أنيس أونال يبحث عن التوغل عن العرضية. اسمها القادمة بالنسبة لأنشيلوتي. شواميني من هذا المكان، شواميني قوية لكنها بعيدة جدا وإلى خارج الملعب. وفاسكيز ألفاريز ينطلق، ألفاريز حاطها ولكن ميليتا قادمة. كرة عرضية لمنطقة الجزاء راسية خطيرة جدا، خطيرة إلى كامافينجا. هل يصل من فاسكيز ثم بعد ذلك أيضا التغطية على مميز جدا. وشاهدنا أيضا قدرة على إخراج الكرة تحت الضغط في مباراة مانشستر سيتي. التي نزلها استلمها فالفيردي والعرضية ولكن أيضا محاولة وشواميني حاطها ولكن الدفاع على طول يحتفظ بها ثم يمرر اسينسيو. تغييرات بإخراج فالفيردي اللي عانى وكان يشتو ولكن اصطدمت ثم بعد ذلك في مواجهة كامافينجا. الآن المتعة الحقيقية، الآن الوجه الهجومي الحقيقي. سالينيا هنا المحاولة تسديدة قوية. تيبو داخل منطقة الجزاء قوية ولكن مرة أخرى كورتوا مرت عن المرور ثم بعد ذلك ماركو حاطها. الحل يأتي اسينسيو بصاروخ يسقط في شباك دافيد، يسقط في شباك. يتقدم 1 على 1. ميليتاو انطلاقه يتوغل يحاول العرضية ولكن خروج، يحاول يتوغل فينيسيوس حاطها. قضي على حالة التسلل الموجودة. كروس والعرضية ماركو بالراس غير معقول.